السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل لا تشاهد سلسلة اخلع عليك، كل شيء موجود بهذه السلسلة من معلومات وبيانات ومواضيع راح نتطرق لها هي موجودة من فضل الله بكتاب اخلع عليك. تمام؟ موجودة بكتاب اخلع عليك، فاللي يحب يطلب الكتاب يتواصل معنا على هذا الرقم وإن شاء الله يوصل لك بأقرب فرصة. الموجود بالكتاب مختصر وتفاصيل مهمة جدا راح توصلك تخلع عليك وتتجرد لله وحده لا شريك له. هذه السلسلة احنا راح نتوسع بالمواضيع وبالمعلومات ان شاء الله، فهي كل موضوع راح نتوسع به راح تلقى النواة والاساس موجود بكتاب اخلع عليك. تصور انه صديق لك نصحك انه تشاهد مسلسل، هذه المسلسل حلقاتها كلش طويلة وسنة كاملة مستمرة بالعرض التلفزيوني. انت راح تشاهد هذا المسلسل بشكل مختصر، من كل حلقة راح تشاهد جزء، من كل حلقة راح تشاهد مقطع، وراح يتكون عندك صورة كاملة عن مسلسل مدتها سنة كاملة في العرض التلفزيوني. بس دماغك قدر يحلل وقدر يشخص وقدر ياخذ نبذة من هذا المسلسل ويعرف أحداثها بمجرد خذ مختصر عن هذه المسلسل. تصور لو حياتك كانت مسلسل، تصور لو حياتك كانت مسلسل وتراجع أحداثها في كل شهر من بداية ما وعيت وعرفت وقدرت تتذكر وين كنت وين صرت. في كل شهر إعادة لسلسلة طويلة من أعمال، من إنجازات، من أحداث، من ذنوب، من سيئات، من هبوط ومن صعود. راح يتكون في جزء من الدماغ صورة خاص بحياتك، يمثل مختصر لسنين عديدة مرت من حياتك، وراح تكون عندك ركيزة أساسية تقدر من خلالها تعرف شلون راح تتعامل بالسنين القادمة. راح تعرف سنة 2024 شنو الإنجازات اللي صارت بيها، سنة 2026 شنو الأخطاء اللي كلفتك هبوط ما بعده هبوط. بهذه الحلقة بإذن الله عز وجل، هي الحلقة الرابعة من سلسلة اخلع عليك، راح تحاسب نفسك، لكن محاسبة طويلة. المحاسبة الشهرية والمحاسبة السنوية، وراح نذكر القسم الثالث من أقسام المحاسبة وهو شلون تكون حاضر أثناء الضجيج والمجتمع. بالمختصر نريد نوصل لمرحلة أنه تكون أنت القائد مو ما تشتهي نفسك. مجاهدة النفس تحتاج إلى رجال، فكن من هؤلاء الرجال. في الحلقة الثالثة ذكرنا الخلوة وشلون تحاسب نفسك وحاسب نفسك قبل أن تحاسب. بهذه الحلقة إن شاء الله راح تكون الخلوة عميقة ومركزة إن شاء الله. راح تقعد وين نفسك وتقيم وتقدر وضعيتك من بداية ما تكونت عندك الذاكرة والأخطاء القديمة من 2015 من 2010 إلى سن رشد إلى وضعك الحالي. راح تكون العملية عبارة عن مراجعة سريعة وتشوف الفضل اللي الله فضلك به وتشوف النعم اللي الله اعطاك إياها وتشكر الله بسرعة كبيرة، وتشوف الذنوب اللي سويتها وطلعك الله منها وتستغفر الله وتشكر الله بنفس الوقت. مراجعة سريعة، مراجعة انت هنا بنفسك راح ترجع للماضي، ما رجعك الشيطان، بنفسك راح ترجع للماضي وتفتح الصفحات القديمة.
مو على مود أرجع للماضي وأتحسر، لا، راح أفتح الصفحات القديمة حتى أصحح وأعدل الكلمات والبيانات. كل صفحة أعيد تنقيحها وتنسيقها. من تيجي تألف كتاب يمر بعدة مراحل، يمر بتنسيق وتنقيح ومراجعة لغوية. أنت راح ترجع بنفسك لكتابك، راح ترجع بنفسك لكتابك وتعيد صفحات حياتك وتبدأ تعدل كل صفحة. الإمام علي عليه السلام يقول: من لم يحاسب نفسه فليس منا، من لم يحاسب نفسه في كل يوم فليس منا، ومن حاسب نفسه ربح، ومن لم يحاسب نفسه خسر. هذا الكلام يخليك تشدد على المحاسبة، وراح نبين الطريقة اللي من خلالها شلون نقعد ويا أنفسنا بخلوة مطولة ساعة، وشلون نرجع نفتح الصفحات القديمة. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. نتوكل على الله ونبدي بالخلوة. راح تجيب لك ورقة وقلم مثل ما تعودنا، وتجيب الدفتر الخاص بك اللي راح تكتب به، وراح تكتب خطوات الخلوة الشهرية والخلوة السنوية. قبل كل شيء احنا ذكرنا بالحلقة لازم تسجل ولازم تكتب في كل يوم شنو أكلت، شنو عملت، صلاتك، روتينك، عملك، وبنهاية اليوم كذلك تكتب. فمن راح تجي هنا راح تراجع بالكتاب الدفتر، راح تراجع صفحات، راح تعرف انت وين، وحياتك مو عشوائية. اللي ما كاتب واللي كاتب لازم اكو مراجعة فكرية. اولا تنشيط لخلايا الدماغ، وتثبيت للأفكار والفكر، وزيادة واتساع الوعي. هذه العملية تدخل ضمن التفكر. هذه العملية راح تربطك بالآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هنا أنت راح تتفكر وراح تبصر جانب من نفسك مجهول، وراح ترجع وتعيد حساباتك. أول خطوة هي الوضوء. حتى تدخل الفيض الإلهي وتدخل المراجعة والمحاسبة لازم تكون في طهارة كاملة. من بعد ما عملت الوضوء تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتقعد وحدك وتبدي تراجع مع الاستغفار، مع الذكر، أي شيء بداخلك يذكر تبدي تراجع. بسم الله الحي القيوم راح تراجع وتقيم وضعك من البداية، وين كنت وين صرت. مراجعة سريعة، شنو عملت من ذنب، تبدي كل ذنب تعمل له، كل ذنب تسوي له إحاطة، تحيطه بالاستغفار والمحي. النعمة تحيطها بالشكر وتزداد، النعمة تصير 2 تصير 7، الذنب ينمحي، السيئة تستغفر. كله خيال وكله مراجعة فكرية سريعة. ما هاي المراجعة شنو فائدتها؟ اخوان، هذه المراجعة راح تخلي عندك أساس وركيزة ثابتة، راح تكون حياتك مو عشوائية، راح تعرف انت وين، ما راح تتبع السبل، راح تكون على الصراط المستقيم، لأن انت عرفت خطأك وصححته، عرفت ذنبك واستغفرت عليه، وعرفت الله عز وجل شقد ناعم عليك ومفضل عليك. نعمة البصر، السمع، نعمة الطعام، نعمة الشراب، نعمة الملبس، نعمة الحركة، نعمة السكون، نعمة الفكر، نعمة العقل. هذه كلها راح تمر عليك بالجلسة وتشكر الله عز وجل. فكل شيء راح تشكر الله عليه راح يكون في زيادة بالعلم، بالحكمة، بالمعرفة. تمام؟
فهذه العملية هي عملية دورية، عملية تقدر تسويها بالأسبوع مرة، بالشهر مرة، بالسنة مرة، أو 12 مرة. لازم تكون بالشهر عندك مراجعة شهرية، الخلوة الشهرية والخلوة السنوية. بنهاية السنة راح تسوي خلوة شهرية مراجعة للسنة كاملة. اللي راح ينفعك بهذه العملية، بهذه الخلوة، راح تعرف السنة القادمة شنو ضامت لك. شلون؟ راح تعرف السنة القادمة، السنة اللي راح تجي، شنو ضامت لك، مخبئة لك. من خلال مراجعتك وتسجيل أهدافك وتصحيح صفحاتك، الصفحات اللي راح تكون بالسنة القادمة راح تكون أنظف وأنقى من الصفحات اللي بالسنة اللي فاتت. ليش؟ لأن نظفت. إخوان، التنظيف، المحاسبة عبارة عن مكنسة كهربائية تنظف كل جزء بالبيت، كل مكان بالبيت. البيت النظيف، تمام، من راح خليكم مركزين وياي. البيت النظيف، المحاسبة عبارة عن مكنسة كهربائية راح تدخل تنظف كل غرفة بالبيت. إذا الغرفة نظفت من كل شيء، راح تكون جاهزة لاستقبال الأهداف الجديدة والبيانات الجديدة اللي راح تنزل بالسنة الجديدة. بس إذا ما حاسبت وظل كل شيء متراكم، كأنه البيت مليان، ما راح يستقبل أي أهداف وأي إنجازات جديدة. راح يكون يومك نفس أمسك، يومك نفس أمس. يكون يومك يوم 20 نفسه هو يوم 21. الشهر الرابع راح يكون نفسه هو شهر 12، ما غيرت شيء. روتينك ثابت وعشوائية، أكلت، شربت، رحت الدوام، سويت، إنجاز ماكو. ليش؟ لأن ما حاسبت. ليش؟ لأن البيت بعده مو نظيف. حتى تحاسب، ارجع وشغل المكنسة الكهربائية ونظف كل ركن بالبيت. كل صفحة ابديها من الشهر 1، من يوم الأول تبدي، راح تلقاها هيك. بس من راح تنظف راح تصير هيك. هاي الصفحة ما راح تجي السنة الجديدة راح تقدر تكتب بيها، راح تقدر تكتب بيها أهداف جديدة، بيانات جديدة، علم جديد. بس إذا كانت الصفحة مثل هاي، ماكو مكان تكتب لي. راح تكون سنة 2027 هي نفس 2026، مع تكامل الابتلاءات، مع تكامل الأحداث. اللي يحصل بالشهر السادس إلى ارتباط بالشهر السابع، واللي يحصل بسنة 2025 إلى ارتباط بسنة 2026. وهذا حتى بالأحداث المجتمعية والأحداث الدول والأحداث الطبيعية من زلازل وبراكين. كذلك بالنسبة لحياتك، إذا حاسبت وراقبت، أنت حاليا لبست الناظور وشفت كل شيء. من راح تدخل للمنطقة الجديدة، للسنة الجديدة، أنت تعرف شنو شايف وراح تعرف شنو راح يجيك. هذه هي فائدة المحاسبة الشهرية والسنوية. تقدر تسجل حاليا يمك. إذا أنت ما تعرف، راح أعطيكم ملف بسيط راح أنزله لكم بالوصف باليوتيوب. شنو تشمل المحاسبة الشهرية؟ أول جانب هو الجانب الديني، صلاتك في وقتها، خاشع ومركز بصلاتك، إيش قد نسبة تقربك من الله عز وجل. الجانب الثاني هو الجانب النفسي، شنو اللي يزعجك، شنو اللي يسبب لك إزعاج وضوضاء، وشنو اللي يسبب لك عصبية وإرهاق. والجانب الثالث هو الجانب الصحي، شنو أكلت، شنو شربت، رياضة عملت، عندك فد سيستم معين تنظف بيه جسمك من التراكمات. الجانب هذا الصحي. وعندك العلاقات، وصلة الرحم، شنو موضوعك بالعلاقات، تواصل ما تواصل، ساكن ما ساكن. هاي تقدر تسجلها تفيدك
بالمراجعة الشهرية. هذا بالنسبة للمراجعة الشهرية. إذا أنت ما تعرف ملف يفيدك وخارج عن اللي مراجعة شهرية أو السنوية اللي قلناها بالفكر، اللي هي المراجعة المسلسل الصوري، تراجع بصورة سريعة. هذه المراجعة شنو راح تفعل عندك؟ هذه المراجعة راح تفعل عندك جانب أو جزء اسمه المعرفة الشهرية والسنوية. أنت حاليا إذا شيء ما تعرفه يعني جاهل بهذا الشيء، ما راح تعرف عنه أي شيء. صديقك إذا ما تعرف وضعيته، حركته، علاقاته، عائلته، ما راح تصادقه، ما راح تصادقه. كذلك نفسك ووضعيتك. إذا عرفت نفسك شنو سويت، شنو أخطأت، شنو عملت، استغفرت، لولا هنا أنت عرفت وصار عندك جانب من المعرفة. فإذا صار جانب من المعرفة هنا وصلت إلى مرحلة إعادة الترتيب. إذا تكونت المعرفة صار عندك إعادة ترتيب الصفحات، راح تعرف شلون تمسح وتكتب من جديد. بس إذا ما تكونت المعرفة، ما صارت مراجعة محاسبة، أنت ما تعرف، ما راح تعرف ترتب الشيء إذا ما تعرف شلون ترتبه. تمام أخوان، لازم تعرف إنه حياتك بدون خطة، بدون ما يكون هنالك مراقبة، راح تكون عشوائية. وإذا صارت الحياة عشوائية، اعتبر نفسك حاليا أنت متبع الهوى، شنو يجي ببالك تسوي، ما عندك فد معايير، ما عندك فد سيستم معين. فأنت هنا في مرحلة الخطر. تمام، فتوكل على الله وحاسب نفسك كل يوم، مثل ما وضحنا بالخلوة. إذا ما تقدر بالأسبوع مرة، إذا ما تقدر بالشهر. تمام. هاي بالنسبة للخلوة والمحاسبة الشهرية والسنوية، وعرفت شلون تقيم، وعرفت شلون تعيد حساباتك وتسوي محاسبة شهرية وسنوية. القسم الثالث من المحاسبة اللي هو إنه شلون تكون حاضر أثناء الضجيج. هذا هم ما راح نذكره بهاي الحلقة. اصبر علي شوية، هذا راح ينذكر بموضوع الله أكبر، وشلون نطبق الله أكبر بالداخل. جايكم إن شاء الله بالحلقات القادمة. إن شاء الله بالحلقات القادمة راح نذكر هذا الموضوع. فخلي تكون عندك صبر وتوكل على الله، وكل شيء هو من فضل الله. الحمد لله والشكر. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إن شاء الله تكون واضحة هذه الحلقة الرابعة من سلسلة تخلع عليك. إن شاء الله راح توصل مرحلة هذا كله راح يهيئك إنه تتجرد وتعبد الله وحده لا شريك له. فتوكل على الله وحاسب نفسك، وأنصحك إنه تأخذ الكتاب لأن مختصر وراح يبين لك شنو اللي قاعد نحكي فيه. إن شاء الله راح نوضح بالحلقة الخامسة، راح ندخل بموضوع جديد مثل ما موجود بالكتاب، موضوع الأنا وحب الذات والإنساب للنفس لا لله، إنساب الأعمال للنفس وعدم إنسابها لله عز وجل. وراح نوضح موضوع شنو يعني حرف اللام. حرف اللام هو وحد راح يبين لك شنو يعني الأنا، وشنو تعني مراتب ومستويات الأنا أو الإيجو كما يسمونها في علم الطاقة. إن شاء الله نتوكل على الله، وراح نعرف أيضا فلاتر الإنسان اللي من خلالها احتمال قبل لا ندخل بالأنا نوضحها، أو أثناء مواضيع حلقات الأنا نوضح الفلاتر، لأن ضروري نوضح الفلاتر. شنو هي الفلاتر وشلون نفعلها وشلون تصير تصفية. بدون الفلاتر حتى المحاسبة ما تقدر تسويها، لأن إذا دخلنا بالفلاتر هنا راح ندخل التطبيق. وإن شاء الله ممكن نعمل دورات، أو ممكن نعمل منصة راح ننزل بيها كل شيء. حياكم الله، وإن شاء الله تكونون من عباد الله المقربين. طبتم وطاب مساءكم، في أمان الله.